السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة بيخلينا نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه، التطبيق ده فايدته ايه، التطبيق ده بيشتغل ازاي، التطبيق ده حقيقي، التطبيق ده فيه ميزة معينة بتدوروا عليها ومش قادرين توصلوا له، عارفين ان الميزة دي موجودة في التطبيق. كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال فيديو شرح مفصل ومبسط للتطبيق ومميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشارك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجة عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد وان احنا نحمل التطبيق ونشتغل عليه اكتر من عدة ايام. عشان كده بدعوكم ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في عضوية مميزة. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه تطبيق زاف ذا شيفز، يعني الطباخين. اطلب مقاديك من البقالة. التطبيق ده مساحته 51 ميجا، محمله اكتر من 500 الف شخص. التطبيق ده تطبيق داخل دولة المملكة العربية السعودية. التطبيق ده بتقدر من خلاله تطلب الطعام ويجيلك لحد باب بيتك. بتقدر ان انت تحصل على خصم 50% على طلباتك الاولى مع التطبيق مع كود ويلكم. الخصم بيكون بحد اقصى او بحد اعلى 10 ريال. بتقدر تطلب بقى الفطار بتاعك، الاكل اللي انت عايزه، فطار اسيوي، فطار سعودي، فطار مصري. تطلب القهوة، تطلب البرجر، تطلب السندوتشات، تطلب الوجبات بتاع المطاعم العالمية والمطاعم المصرية والمطاعم الآسيوية والمطاعم الصينية وأي مطعم انت عايزه بتقدر تلاقيه من خلال التطبيق. كمان بتقدر ان انت تطلب الاوردر وتروح تستلمه من المكان نفسه. وتقدر تحصل على كاش باك في المحفظة بتاعتك بيوصل ل5%. تقدر تحصل على نقاط في المحفظة بتاعتك ان انت تقدر تبدلها بفلوس او تقدر تبدلها باوردرات بتجيلك مجانا لما تجمع عدد معين من النقاط. كل ده بتقدر تستفيد بيه من خلال التطبيق. كمان بتقدر تعمل عليه حجوزات لو انت عندك حفلة او عندك عزومة او عندك اي حاجة، بتقدر تعمل عليه حجوزات في اي مكان انت عايزه. ده كده الغرض من التطبيق والمميزات بتوع التطبيق. عيوب التطبيق ان التطبيق بيتضمن اعلانات وما بيقبلش التطبيق غير فيزا بس. ما فيهوش ميزة ان انت تدفع عند الاستلام. دي طبعا حاجة مش كويسة بالنسبة لتطبيقات المطاعم. بس كده ده يعتبر ابسط شرح بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في كومنت. لو اكتشفت ميزه وعيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه وعيب اكتبها في تعليقات الفيديو. فده دايما تنوه بالنوع في اخر كل فيديو علشان لو اي حد شاهد الفيديو حمل التطبيق ولقى في حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات. واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعه الناس سواء الايجابيه او السلبيه. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله عشان بعض الناس بتخش تشوف الفيديوهات الموجوده على القناه وبالذات الفيديوهات اللي باقي لها فتره طويله تقول لك انتوا ليه شايلين كل الحاجات الايجابيه او ليه مش شايلين كل الحاجات السلبيه. ده ببساطه لان وقت شرح التطبيق ونزول الفيديو ما كانتش الحاجات دي موجوده. اما لو انت شاهدت الفيديو وحملت التطبيق بعد نزوله بيوم بيومين باسبوع بشهر هتلاقي كل الحاجات اللي انا قايلها عن التطبيق هي اللي موجوده في التطبيق بالظبط. وشكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله.